خدت بالك إن محمد صلاح بيقول جملة واحدة قبل كل ماتش؟ جملة بسيطة بس فيها سر بتخلي ثقته في نفسه ما تتهزش. ده اللي هنتعلمه مع بعض في حلقة النهاردة. الثقة بالنفس عاملة زي الموبايل، بتفصل أول ما البطارية بتفصل. المشكلة إن في أول خيبة أنت بتنهار. لو حد قالك كلمة وأنت فضلت تفكر فيها بالساعات. النهاردة هتاخد 3 مفاتيح حقيقية، ناس زي محمد صلاح بيستخدموها يوميا عشان يبنوا ثقة ما تتهزش. أول حاجة إزاي تبرمج دماغك على الثقة. تاني حاجة الكلمة السحرية اللي محمد صلاح بيقولها لنفسه قبل كل ماتش. تالت حاجة هنتعلم 3 تمارين هتغيرك من أول أسبوع إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم فيها هي الخدعة النفسية، برمجة دماغك. محمد صلاح بيقول لنفسه قبل كل ماتش أنا جاهز. ده مش مجرد كلام، ده بيكون تدريب للعقل. الدماغ بيصدق أي حاجة بتتكرر. يعني بدل ما تقول لنفسك إنك مش قادر تعمل الحاجة دي أو إنك مش مستعد، كرر على نفسك وعلى مخك كلمة أنا هقدر أعمل ده، أنا هحاول أعمل ده، أنا مستعد أعمل ده، أنا أستحق أكون ده. لكن الأهم إنك تقول الكلمات دي وإنت حاسس ومؤمن بيها، وشوف الفرق. تاني تمرين، تمرين المراية. ده تمرين للغة الجسد. هتقف قدام المراية بتاعتك كل يوم 3 دقايق وتبص لنفسك في عينك وتقول بصوت عالي كل الإنجازات اللي انت عملتها أو هتعملها، حتى لو الإنجازات دي إنجازات صغيرة. زي مثلا أنا خلصت مشروع صعب، أنا ساعدت حد النهاردة، أنا اتقدمت في حياتي خطوة عن امبارح. العلم بيقول إن التمرين ده بيرفع هرمون الثقة بالنفس بنسبة كبيرة. تالت حاجة هنتمرن عليها النهاردة هي قاعدة 10%، أو بمعنى أصح عايزك تركز على اللي في إيدك. مش لازم تكون كامل علشان تعمل الحاجة اللي انت بتحبها أو الحاجة الصعبة اللي انت نفسك تعملها. كفاية إنك تركز على 10% اللي انت بتكون قوي فيها. زي محمد صلاح مثلا، 10% اللي عنده هي كانت سرعته. لما اشتغل عليها وطورها فرقت كتير في مستقبله. 10% بس اشتغل عليها. انت كمان عندك حاجة، مهارة أو ميزة أو حتى طبع حلو، اشتغل عليه وكبره وخليه يشتغل لصالحك. عايزك تطبق النهاردة قبل اليوم ما يخلص الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي. اكتب في ورقة أو في موبايلك 3 حاجات انت شايف انك قوي فيهم، حتى لو حاجات بسيطة زي انك مثلا بتعرف تسمع الناس. قول الحاجات دي قدام المراية 3 مرات زي ما اتفقنا، واكتب لي في الكومنتات الثقة مش اختيار، ده تدريب. في النهاية عايزك تعرف إن الثقة مش جينات، الثقة عادة، كل ما بتدربها هتكبر. جرب الكلام اللي احنا اتفقنا عليه لمدة أسبوع واحد بس، وارجع قول لي فرق معاك ولا لا. وما تبخلش على غيرك وابعت له الحلقة. والحلقة الجاية إن شاء الله هستناك تسمعها من أولها لآخرها، لأنها هتكون آخر حلقة في الموسم ده. أنا إبراهيم حسين، وده كان كلام ينفع. مبسوط إنك مستمر معايا لحد النهاردة. مع السلامة.